السلام عليكم، عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين وفي رمضان مجبورين، ويدخل علينا بالخير والصحة والسلام إن شاء الله، وكل اللي نِفْسه في حاجة تتحقق في رمضان، وربنا يوسّع رزق الجميع، ويالّا نعمل الوجبة الرابعة في menu رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. معانا كده بطاطس ومعانا مشروم ومعانا توم، وطبعًا أنتِ بتعملي الكمية حسب العدد. أنا هاعمل النهارده وجبة تكفّي من 4 ل5 أفراد حسب أكلة كل واحد. البطاطس هتقطّعيها مكعبات، حابة تقطّعيها حلقات ما فيش مشكلة، مكعبات ما فيش مشكلة، اللي إحنا نحبه أهم حاجة إن هي ما تبقاش رفيّعة زيادة عن اللزوم عشان ما تتهريش مننا، تكون السماكة بتاعتها كويسة. هنقطّع المشروم كده شرايح زي ما إحنا شايفين، والتوم مش هنفرمه، التوم هنقطّعه حتت رفيّعة أوي، عشان ما يبقاش طعم التوم لاذع كده أو over أوي في الصينية، بس هو يا دوب هيدّي طعم. هاحط كمان عليها بصلاية متوسطة نقطّعها رفيّعة ونحطهم كلّهم مع بعض في الصينية. اللي ما بيحبش المشروم ممكن ما يضيفوش، بس المشروم قيمة غذائية عالية وسعره مش غالي أوي، يعني الطبق بحوالي 20 جنيه وفيه تقريبًا حوالي ربع كيلو. أنا حطيت بقى كلّه على بعضه وهانزل بالتوابل بتاعتي. طَب يا سمر إيه التوابل بتاعتِك؟ هاقول لِك يا ستي، إحنا زي ما اتفقنا إن كتر التوابل بيغيّر طعم الحاجة وما بيخلّيهاش حلوة. طب تمام، إيه التوابل اللي هنضيفها على الخلطة دي؟ هنحط الملح، هنحط فلفل أسمر، وهنحط 7 بهارات بس، مش هنكتر ومش هنحط أكتر من كده. لو عندنا عود قرفة خشب هنحطه معاه بس يدّي ريحة، غير كده ما نحطش أي حاجة. الخلطة دي لا هي محتاجة توم باودر ولا بصل باودر ولا مش عارفة إيه، ولا الحاجات اللي بيحطوها الكتير أوي زيادة عن اللزوم اللي بتغيّر طعم الأكل خالص. إحنا هُم ال3 توابل دول اللي عندنا، حتى لو ما عندكيش ال7 بهارات مش مهم، حطّي ملح وحطّي فلفل أسمر بس. كمون لأ يا جماعة، كمون بيبوّظ طعمها خالص، ما حدّش يحُط على الوصفة دي كمون، لإن أنا بالاقي ناس بتحُط كمون بصراحة ومش عارفة يعني ما باحسّهاش خالص. فهي بس نكتفي بالتوابل بتاعتنا دي. ممكن لو عندِك حبّة حبّهان مطحون ما فيش مشكلة تحُطّي رشّة بتخلّي ريحته حلوة أوي. ما عندكيش عادي جدًا، الوجبة هتطلع حلوة والطريقة هتطلع حلوة وزي الفل. هنقلّب بقى كل ده مع بعضه عشان يتشرّب من التوابل، المشروم والبصل والبطاطس كلّه يتقلّب على بعضه. هاكون أنا مجهّزة الناحية التانية الفراخ بتاعتي وغاسلاها. أنا جِبت 3 وراك، الوراك قسّمتهم دبابيس وعرضات علشان كل فرد ياخد قطعة. طبعًا الفراخ غالية وما بقاش بقى هنعمل البذخ أو الحاجات اللي كُنّا بنعملها زمان، على قد ما هنقدر هناكل وجبة حلوة وفي نفس الوقت كل واحد هيقلل الحاجة اللي كان بياكلها. تمام، معلش إحنا برضه يعني هنحاول نوفّر قدر الإمكان، بس برضه مش هنحرم ولادنا ومش هنحرم نفسنا، لإن في أطفال محتاجة تبني جسمها، وفي أطفال بتصوم في رمضان فلازم تاكل وجبة كويسة. دي الفراخ بتاعتي كانت مغسولة طبعًا وكنت ناقعاها في مَيّة بليمون بمعلقة سكر بمعلقة جنزبيل علشان تشد الروايح منها أو تبقى خلاص ما فيهاش أي زفارة تمامًا. حطيتها كده وقلّبتها هي كمان، خدت من التوابل بتاعة البطاطس والبصل، وحطيتها على النار تكمّل سواها بنسبة 80%. ما ينفعش إن أنا أدخّلها الفرن على طول ليه؟ لإن هي هتاخد لون وهتحسّي إن هي استوت، لكن هتلاقي الفراخ مش مستوية. البطاطس هتستوي لكن الفراخ مش هتستوي كويس. فأنا عشان أتفادى النقطة دي لازم أحطها على البوتاجاز تغلي مع نفسها كده وتستوي بنسبة 80%. أول ما تغلي هاغطّيها وأوطّي النار وأسيبها مع نفسها تعيش وتتعايش كده وتستوي مع نفسها. بعد كده لمّا أحس إن هي خلاص بتدخل في السِوَى هاشغّل الشواية سواء بتاعة فرن كهربا أو فرن بوتاجاز وهاسيبها تاخد لون من فوق. هنا بسم الله ما شاء الله بدأت خلاص إن هي تدخل معايا في السِوَى. طيب هاعمل إيه بقى عشان يدّيني الوش الأحمر المحمّر اللي هو لون الشوي ده؟ هيكون معايا معلقة صلصة هاحط عليها معلقة زيت وهاقلّبهم وهادهن وش الصينية قبل ما أدخّلها تحت الشواية، عشان تدّيني اللون الحلو والطعم الحلو. طبعًا أنا مش من هوايات أكل الجلد، فعشان كده بس أنا باحط دوّة لل
للون بس فقط لا غير عشان تدّيه لون حلو يزغلل العين كده زي ما بنقول. هنعمل بقى جنبها كده شوية رز بشعرية زي ما إحنا شايفين كده، حاجة عظمة وآخر جمال، وتعالوا أورّيكم بقى شكلها بعد ما طلعت من الفرن عاملة إزاي. بصوا شكلها بسم الله ما شاء الله. وإحنا قُلنا إن الفحماية إيه، أحلى من اللحماية، يعني لو ما عندكيش حتة لحمة اعملي الأكل في فحمة وهيطلع زي الفل. حطي حتة فويل عليها حبة زيت وحطي الفحمة وشوفي ريحة وطعم صينية البطاطس بالفراخ بتاعتِك. بُصّوا شكلها الله أكبر، البطاطس دايبة كده والفراخ كانت تحفة وجميلة وكأنها معمولة عند الحاتي، مع طبق السلطة الحلو ده، مع طبق الرز بالشعرية الجميل ده، وبألف هنا وشفا. وهيبقى رمضان أحلى رمضان بأمر الله، ورمضان خير وسعادة وهنا على الجميع. وإن شاء الله تفتكروني بدعواتكم في الكومنتات، وأتمنى تعرّفوا صحابكم بالقناة، ودايمًا منوّرينّي ومشرّفينّي في قناتي. وما تنسوش دعوة حلوة، وما تنسوش لايك، وما تنسوش اشتراك، وما تنسوش تعرّفوا صحابكم. ويا رب دايمًا عند حُسن الظن، وكل سنة وأنتم طيبين.